أمامية أيضا محاولة من عادل هرماش تصل للفريدي، ممتازة من الفريدي والهمسن الثانية والهمسن ومحاولة يو بيونغسو يسجل في الدقيقة 23 من كرة مررت جميلة في الناحية اليسرى. أحمد الفريدي فتح الناحية اليسرى على مصراعيها تماما، وصلت من كريستيان والهمسن، سدد باليسرى قوية جدا. حارس المرمى محمد خلف في صد، ولكن يأتي في كرة ليست أسهل من هذه الكرة. يو بيونغسو يسجل في الدقيقة 23 هدف أول لصالح الهلال. هذه كرة عادل هرماش اللي عدت، ولكن شوفوا فكر أحمد الفريدي، شوفوا توزيع أحمد الفريدي، وعارف لو الهمسن سدد وعلى الرايق يسجل يو بيونغسو الهدف الأول لصالح الهلال. هدف أول في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول. هدف أول للهلال، هدف يشعل الجمهور أكثر. عادل يتقدم بجانب احمد الفريدي، هنا يتحرك الفريدي في العمق. الفريدي هذه المره والهمسن جول في الدقيقه 26 فرق بين الاول والثاني 3 دقائق. وصح يا صالح الحمادي، صح يا جمهور يا كبير. الزعيم يعود، الزعيم الحقيقي يظهر في الآسيوية، يظهر في المهمة، يظهر بشكل قوي جدا في 3 دقائق متتالية. وفارق الهدفين اللي ذكروا أيضا صالح الحمادي يتوج تماما. شوفوا كرة أحمد الفريدي أيضا، أحمد دخل في العمق لكنه ترك الفرصة لكريستيان والهمسن بأن يضم قليلا إلى منتصف المرمى تماما، ويسدد بقوة على يسار محمد خلف الهدف الثاني في الدقيقة 26. والهمسن ويو بيونغسو، أحمد بشكل سليم مررها له والهمسن ما يزال يحاول في هذه الكرة. كريستيان والهمسن عرضية يو بيونغسو ثالث للهلال، ثالث في الدقيقة 37. هدف ثالث يو بيونغسو ما يضيع. يو بيونغسو ضيع واحدة وجاب اثنين، وهذا الأهم. يو بيونغسو يتقدم في هذه الكرة، وأيضا أحمد الفريدي يمرر كرة إلى والهمسن يدخل في الناحية اليمنى ويلعب الكرة العرضية. يو بيونغسو في مكان وفي تواجد من غير مراقبة أيضا من مدافعي بني ياسر الإماراتي، يسجل هدف ثالث للهلال في الدقيقة 37. يحطها بالراس في المرمى، حاول تعديلها إلى أحمد الفريدي ولكنها لم تنجح. هنا يو بيونغسو يصلح الخطأ تماما. يو بيونغسو في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الثاني. الرباعية للهلال والابتسامة للأمير، الابتسامة للرئيس، والرباعية للهلال، والهاتريك كمان للاعب يو بيونغسو، والليلة الزرقاء واستمرار للتقدم السعودي. بالمناسبة يعني هناك اللقاء في جدة، تقدم الاتحاد على بيروز الشوط المباراة الأول بهدفين مقابل لا شيء، والهمسن هنا يجهز، والهمسن هنا بالعرضية. يو بيونغسو يجيب الصعبة ويسجل هدف رابع لصالح الهلال في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الثاني. يو بيونغسو يسجل هدف ثالث شخصي له في هذه المباراة، وكأنه يعوض. يتقدم في تنفيذ ركلة الجزاء للياس ويسجلها بهدوء على يمين خالد شراحيلي. الهدف الأول في المباراة لبني ياسر الإماراتي يأتي في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الثاني. فرانشيسكو يست هو من أحرز الهدف. تصبح النتيجة 4 أهداف هلالية مقابل هدف واحد لبني ياسر الإماراتي. أحمد يمر ملعوبة والهمسن أوه بالمرمى. خامس في الدقيقة 4
الرابع عشر، خامس عن طريق كريستيان والهامسن، خامس واللعب للمتعة وللأهداف يأتي للهلال هنا بعد كرة ممتازة كانت. أيضا أحمد الفريدي يمرر من غير أنانية، يتقدم للأمام ويعطي الكرة إلى كريستيان والهامسن، والهامسن يقدمها في الأمام ويضعها في الزاوية. حاول معها إسماعيل بوزيد المدافع في صفوف بنياس ولكنه لا ينجح، والتسجيل يأتي في الدقيقة الرابعة عشر. شوف إعادة هذه كرة أحمد، شوف أحمد مر، كان المرور مهم في اللقطة الأولى، وعادت لكريستيان والهامسن وضعها في الزاوية البعيدة، حاول معها في الإبعاد. لاعبوه فقدوا السيطرة على منتصف الملعب، فقدوا السيطرة حتى على الأعصاب. هنا يوب يونغسو في الانفراد، والهنا السادس في الدقيقة السادسة عشر، في الدقيقة السادسة عشر سادس للهلال، هدف في كل دقيقتين. ايش يبغى الجمهور أكثر؟ سداسية هلالية، 6 أهداف للهلال وهدف لبني ياسر الإماراتي، هدف سادس في الدقيقة السادسة عشر وسوبر هاتريك. اللاعب يوب يونغسو في الدقيقة السادسة عشر يسجل رابع أهدافه، والعروض يعني آخر مباراتين وكلها في الآسيوية جاءت بعروض مميزة. هنا والهامسن أيضا هو من يصنع، وهنا يوب يونغسو يتقدم ويضع كرة سهلة مميزة وكرة زاحفة في المرمى أيضا. هدف سادس وتمريرة إلى يوب يونغسو، بيحاول بهذه الهجمة بجانبه سالم الدوسري، بيفعل الكرة إلى سالم يتقدم، سالم بيحاول يسدد، سابع في الدقيقة الأربعين. سالم الدوسري، سالم تعود على الدخول والتسجيل وينجح بسباعية هلالية. سالم الدوسري يسجل في الدقيقة الأربعين من زمن شوط المباراة الثاني، هدف سابع للهلال. مباراة فيها 8 أهداف، مباراة تسجل للتاريخ في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، هدف سابع للهلال. تألق ومصالحة جماهيرية كبيرة بين الهلال وجمهوره، بين الهلال ومن عشقه دائما وتابعه دائما. الهلال بهدف